مواقف غريبه قبل كده؟ واحد ركب معايا والسيد عيش هيجيب قعدة حمام يعني. قعدة حمام؟ تواليت يعني، قعدة تواليت يعني. ماشي. فالفلوس عجزت معايا يعني. لو معاك فلوس اكمل، قلت له عايز كام؟ قال لي 450 جنيه. اديتهم له، رجعته مكانه تاني في المطريه. كان نزل قصاد بلوك وقتالي ان هو ليه باب تاني يعني. خد حق التوصيله طبعا، مشوار رايح جاي ودافع له ثمن القعده. الراجل ده كل ما يعمل حمام هيفتكرك بس راح. انت كمان كل ما تخش حمام هتفتكره. الله اعلم بقى ان هو كان جايبها ياخدها يبيعها ولا يعمل ايه، الله اعلم. ده بس انت كده فكيت زنقته حرفيا، خلي بالك. في الحمام وفي الفلوس اللي ده موقف غريب قوي ده. كان صعب. قعد معلم معايا شويه حلوين يعني. انت عارف ان هو نازل يشتري حاجه، خد القعده وهرب يعني. لا ما جريش، هو نزل دخل العماره وهي لها باب تاني من الناحيه التانيه بكل هدوء. هو ولا اي حاجه، هو ماشي راجل محترم شايل قعده الحمام بتاعته معدي جديده لسه. السلام عليكم. القعده ولا السيراميك ولا البانيو، الراجل بيجهز نفسه، مش تقف مع الراجل. العيش سخن واضح ان بيعملوه عندهم تحت هنا. بما انك بقى انت البلوجر النهارده بقى، اوصف لنا.